جاي يحسب فلوس وانت جاي تسولف وياه. تعال اعرف سالفة جديدة. شنو الفرق بين الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة العاملة؟ الذاكرة قصيرة الأمد هي مثل دفتر ملاحظات داخل دماغك، تخزن المعلومات لمدة قصيرة من ثواني إلى دقيقة تقريبا. إذا ما استخدمت المعلومة أو ما ركزت عليها راح تنمسح بسرعة، أو إذا ركزت عليها راح تنتقل لذاكرة طويلة الأمد. زين شلون تشتغل؟ تستلم المعلومة من الحواس أو من الذاكرة الحسية، تخزن المعلومة مؤقتا حتى إذا تقرر تحتاجها أو لا. مثلا تقرأ معلومة للامتحان، تحفظها مؤقتا حتى تجاوب، بعدين تنساها. ملاحظين هذا الشيء؟ أما بالنسبة للذاكرة العاملة هي مثل الموظف الذكي داخل دماغك، من توصل المعلومة راح يفكر بها، يحللها ويربطها بمعلومات قديمة. مثلا جاي يحسب فلوس وانت جاي تسولف وياه، انت بهاي اللحظة جاي تركز على حساب الفلوس. تكتب عنوان على ورقة ويجيك اتصال، راح تنسى اسم العنوان لأن دماغك كان مشغول وين؟ بالمكالمة. الذاكرة العاملة حاولت تسوي شغلتين بنفس الوقت بس ما قدرت ونسيت العنوان. تريد بعد سالفة لو كافي. وهذا الفيديو من سلسلة رحلة جوا دماغك الذاكرة البشرية. لايك وتعليق ومشاركة للفيديو.